حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ اظن مفيش احسن من كده. شوية كفتة جمبري تستاهل بقك انت وهي. كلنا طالعين من رمضان واكلنا لحوم كتير وفراخ كتير وكفتة كتير، كفتة لحمة يعني. فاحنا عايزين نغير وندخل على الفوسفور شوية، فقلنا نقضي العيد معانا مع كفتة الجمبري دي. هتبقى معاكي مية مية. هتطبخي الحلة دي وبإذن الله هتنسي اليوم كله من أوله لآخره. كل اللي عايز ياكل هيدخل على الحلة، يجيب طبق وياكل بألف هنا وصحة. تعالي نخش على المقادير على طول، بس اما نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أديكي مقادير كيلو رز واحد، عشان أنا هعمل 3 كيلو في الفيديو ده. اول حاجة هتجيبي كيلو رز من عند العطار، رز مطحون هوريهولك الوقت في الفيديو. وهتجيبي الجمبري النونو الصغير بتاعنا ده. انت ما بتيجي تشتري جمبري بيبقى فيه الحجم ده، هو يغلبك شوية في التنظيف والتقشير، بس ده بيبقى كويس للكفتة لانه كده كده بيتفرم معانا. هنتبل احنا الجمبري الوقت، هنعمل له تتبيلة عشان نسيبه فيها شوية قبل ما نفرم الكفتة بتاعتنا. عندك 3 4 فصوص توم. انا اديكي مقدار نص كيلو جمبري عشان هتضيفي عليه كيلو واحد دقيق. عندك 3 4 فصوص توم، هتنزلي عليهم بعصرة ليمون زي ما انا نزلت كده. انا نازلة بربع كوباية عشان معايا كمية كبيرة. عندك بقى البهارات بتاعتك، بهارات سمك من عند العطار، دي اهم حاجة واساسي في الوصفة بتاعتنا. هتروحي عند العطار هتقولوا له انا عايزة بهارات سمك. تمام تمام. كل البهارات اللي عندك في البيت بقى تحت ايدك واشتغلي فيها براحتك. بصل بودر، توم بودر، بابريكا، زعتر، روزماري، اي حاجة عندك هتحطيها في تتبيلة السمك دي من البهارات هتقبل معاكي بإذن الله. وهتحط عليها معلقتين صلصة، او انت عشان نص كيلو بس حط نص معلقة صلصة. تمام، ماشيين مع بعض لغاية هنا؟ تمام كده تمام. هتنزلي بالجمبري بتاعك في التتبيلة بتاعتنا زي ما احنا عملنا كده وبالشكل ده، وهتقلبيه وهتركنيه شوية في جنب لما ياخد ويدي مع نفسه كده. سيبيه مثلا قيمة ساعة، ساعة كويسة عليه أوي عشان هو الجمبري بتاعنا صغير وهيشرب من التتبيلة على طول. على ما تجهزي حاجة الكفتة يعني، ما تغيبيش عليه أوي. عما تجيبي مثلا الخضرة وتخرطيها، الكبة بتاعتك وتجهزيها، البصل وتقشريه زي ما أنا عملت كده بالظبط، هيكون أخد من التتبيلة بتاعتنا. النص كيلو جمبري يا جماعة له كيس واحد من الدقيق، من الرز، لا مؤاخذة، كيس واحد رز من عند العطار. هتجيبي رز مطحون عادي خالص يعني. احلى حاجة حصلت لنا في الدنيا كستات وقفتنا في المطبخ وخلاص، ما عدناش بنتحمل ان احنا نقف ولا نطحن بايدينا ولا الكلام اللي كنا بنعمله على المكن ده، ما عدناش قادرين خلاص. احسن حاجة حصلت ان هم طحنوا لنا الرز بالشكل ده. هتنزلي بالخضار بتاعك كله في الكبة زي ما انا نزلت كده. هتاخدي الكيلو اللي النص كيلو جمبري، هنحط له كيلو رز مع بصلة متوسطة زي اللي انا بخرطها دي، مع حزمة شبت وكزبرة. مفيش اي بهارات تاني خالص بقى عشان احنا حاطين البهارات بتاعتنا كلها في التتبيلة بتاع الجمبري بتاعنا. كده تمام. هتنزلي بالخضار بتاعك كله، هتفرميه في الكبة بالشكل ده لما ينعم خالص. ما تخليش فيه حتت كبيرة عشان ما تخليش الكفتة بتاعتك تفك. هي مش هتفك ان شاء الله، وهتمشي على المقادير دي وهتحمرها في الزيت بمنتهى السهولة، وبإذن الله مش هتفك ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. وحط لي لايك، وتقعدي تتفرجي عليا كده وتنسي اللايك بتاعي. حط لي لايك عشان اكبر بيكم ان شاء الله، ونبقى اسرة كبيرة كده مع بعض في الخير يا رب دايما. انا بحط تدريجيا اهو يا جماعه، يعني لو انت عندك الكبه صغيره ممكن تحطي شويه وترجعي تفصلي وترجعي تحطي تاني شويه في الكبه. هتحطي قد ايه ملح للنص كيلو؟ نص معلقه شاي صغيره، ما تكتريش ملح قوي. وهتحطها في التتبيله بتاع الكفته. بعد كده ما عدتش هتحطي، لان هي نص كيلو جمبري على الكيلو الدقيق اللي عايز نص معلقه ملح بس. كده تمام تمام. خلينا مع بعض لغاية آخر لحظة عشان هتطلعيها إن شاء الله بنتيجة أحسن من اللي انت شفتها في أول فيديو، وأحسن مني مليون مرة كمان. هننزل بالرز بتاعنا كده تدريجيا. هحط كيلو كده، انت النص كيلو بتاعك هتنزلي بيه مرة واحدة، أما عشان كمية أنا بنزل شوية بشوية وارجع أحط كمان كيس كمان. لما لفت معايا، لو جيت لآخر العجينة ولقيتيها ماسكة معاكي شوية، حط لها كوباية صلصة، او افرمي لها حبايتين 3 طماطم وضيفيهم عليها.
من غير ما تصفيها ومن غير اي حاجة. انتوا هتفرموها بس في الخلاط وهتضيفيها عليه، هتخلي العجينة لينة معاكي، وان شاء الله ما تخافيش مش هتفك معاكي ولا هيجرالها اي حاجة، بل بالعكس حباية الطماطم هتطعمها اكتر كمان. انا لقيت العجينة ناشفة معايا، جبت كوباية الطماطم ووريتها لكم اهو. بوريلكم ان العجينة مفلفلة كده، فانا هلمها شوية بكوباية الطماطم دي. لمت اهي يا جماعة وبقت معايا عجينة متماسكة وحلوة اهي. بألف هنا وصحة يا رب على قلوبكم. قومي بقى قومي بقى جهزي الوصفة وجهزيها كده ليوم العيد، وخليها عندك. ممكن تحمريها وتعينيها تشيلها عندك في الفريزر، تفضل متواجدة عندك على طول، هتنزلي بها على الصلصة بتاعتك على طول، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود ان شاء الله. الكبة بتاعتنا وايدينا الحلوة ومطبخنا، ونخش بقلب جامد بقى ونشتغل. احنا كلنا زهقنا من اللحوم والفراخ والكلام ده، فاحنا عايزين أكلة تكون حلوة وتريحنا. هي دي اول اكله هتريحك ان شاء الله وتخليك قاعده يوم العيد مأنتخه كده. الزيت بتاعك يكون كتير، يعني املي الطاسه زيت كويس، علشان هتحطي كميه كبيره براحتك، هتنزلي في الطاسه وما تخافيش ان هي مش هتفك، باذن الله مش هتفك منك. انزلي بكميه كتير كتير، املي الطاسه زي ما انا مليتها كده او الوك بتاعك، وسيبيها لما تحمر وقلبي فيها براحتك بقى، هتلاقيها حمرها وردي كده وبقت زي العسل. وصلنا للمرحلة دي قلبتها تقليبة، ما تقلبهاش برضو وهي نية علشان ما تسيبش منك او تجرحي الصباع او كده. وصلنا للمرحلة دي يا جماعة وخلصنا كل الكمية بتاعتنا بألف هنا وصحة يا رب بالشكل ده. عايزة تعملي كمية زي كده هتضاعفي المقدار اللي انا قايله لك عليه وتعينها في الفريزر. معانا شوية زيت على البوتاجاز عشان نعمل الصلصة، نعمل شوية الصلصة بتوع الكفتة القمر دي. شوية زيت على البوتاجاز هننزل فيهم بقرن شطة حامي، لو انت ما بتحبيش الحامي عايزة تحط قرن فلفل الوان ماشي، وهننزل بيهم في 3 4 فصوص توم برضو. وعندي الصلصة دي انا كنت مسبكاها على البوتاجاز، دي مش ما هياش صلصة معلبة، دي طماطم، بس انا كنت مسبكاها على البوتاجاز علشان ما تاخدش معايا وقت انها تغيب على النار، علشان انا كنت مستعجلة، او دايما بتبقى ما تكون الحاجة جاهزة تحت ايدك بتخلصي انت انجاز في وقفة المطبخ. هتحطي كل البهارات اللي احنا حطيناها مع بعض على تتبيلة الجمبري هنحطها في الصلصة بتاعتنا، احنا ما حطيناش اي بهارات خالص الا على تتبيلة الجمبري، هنحط زيها بالظبط في الصلصة بتاعتنا، بس هتقللي الكمية شوية. ودي معلقة سكر يا جماعة، دي مهمة جدا جدا جدا. اي صلصة عندك او اي تسبيكة بمعنى أصح، الكلام ده كله متسبك في بعضه، هتعمل لنا حموضة لما نيجي ناكلها. احنا مش عايزين نوصل لمرحلة الحموضة دي خالص، وناكل من الأكلة ونشبع منها من غير ما تعمل حموة عندنا كده. فمعلقة السكر ديت هتظبط لك الدنيا. انا حاطة معلقة سكر عشان انا عاملة 3 كيلو رز، فانت لو هتعملي نص كيلو رز حطي طرف المعلقة بتاع الشاي او ربع معلقة شاي من اللي هي الصغيرة، عشان ما تعملش انعكاس معاكي وتخليلك الكفتة بتاعتك مسكرة، وهتطعمي بالملح بتاعك طبعا وتقدميها بالشكل ده. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. ألف هنا وصحة يا رب على قلوبكم جميعا جميعا، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى أمة المسلمين يا رب أجمعين. لو الفيديو بتاعي عجبك اعملي لي لايك واشتراك للقناة وفعلي لي زر الجرس عشان أكبر بيك إن شاء الله. مع السلامة في فيديو جديد، باي.